المتأخر بهدف، المتراجع الآن فريق كربلاء. الله، شوف هذا الثلاثي الاحترافي انتهت وعاد من جديد إلى فريق القيثارة. تعود الكرة مرة ثانية، هذه خطيرة، هذه خطيرة. الله 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 كبير من جانب الشرطة. تلعب الكرة إبعاد، تشتيت، تحويل إلى خارج أرضية الميدان. هناك استبسال كبير وكبير جدا. البديل علي رعد يتدخل في النقطة الماضية، والرمية جانبية، لأن هناك احتكاكات كبيرة، هناك احتكاكات كبيرة. حماسية المباراة، حلوة المباراة، جميلة المباراة، الكل مستمتع. ونشوف نراقب ونتابع المواس، هل يصنع هدف؟ هل يأتي بالأساس؟ لكن هناك طيران كربلائي للإبعاد تمنع القيثارة من التسجيل، واستماتة وقتالية وروحية مدافعي فريق كربلاء على لقب الدوري. الكرة الآن شرطاوية شرطاوية شرطاوية، والراسية مو بالجول، مو بالجول الراسية. هناك صفرة وهناك إصابة. من كل صدق ما يشوف العيوب، لذلك من شبه علي رعد الذي دخل مباشرة بأجواء المباراة، دخل مباشرة وكأنه متعطش لتقديم مباراة كبيرة. لذلك هو حاضر بكل الالتحامات. لا يوجد لاعب من جانب فريق الشرطة داخل منطقة العمليات بإمكانه أن يستلم مرتاح. إذا ما كان علي موجود راح يكون بابا حاضر، راح يكون جوين، لأنه سيرحل لمواجهة الميناء. ومن سوء طالع اشتراك ميني وهو يناظر ويتابع لحظة دخوله. الكرة وين؟ الكرة بالجول، الكرة بالجول. هذا الاحتكاك الحاصل اللي أدى إلى إصابة لاعب فريق كربلاء علي رعد اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. حسرة كبيرة على علاء. هجوم علاء ليسعد، عبد الله يحاول، خطيرة لحسن، خطيرة، جول. اوه، ضاعت الاباتشي على عباس. هذه الكرة الأولى، هذه الكرة الأولى. شوف حسن عبد الكريم، والكرة أبعدت على ما أعتقد إلى خارج أرضية الملعب من قبل علي رعد إلى ضربة ركنية. أي نعم، علي رعد هو من تدخل أمام علاء عباس في اللقطة الماضية. حكم المباراة على حسين يتحدث مع علي رعد وعلاء. في ارجاء مربعات الملعب افضل، لكن علي رعد يعني ممتاز. هذا المدافع يتمركز ويؤمن المناطق الخلفيه بشكل جيد، ويعرف كيف يتعامل مع الكرات الهوائيه. هنا الحكم الدولي محمد سلمان، واحتكاكات اكيد يعني. تقدم لاحمد ابراهيم، لفيلو مونتيرو من اصحاب طوال القامه في الكرات الثابته. ممكن هذه لكن علي رعد يا عيني طوال القامه المتقدمين من اربيل. لافه هذه لكن مبعده من الدفاعات الكربلائيه، ومن هناك من طويل القامه المدافع علي رعد. نعم، علي رعد طويل القامه ينقض على هذه الكره، والارتقاء من اعلى نقطه. شيركو ينتقل الى جهه اليمين، عرضيه هذه الى الراسيه، لكن الراسيه جاءت من المدافع علي رعد. حسن عاشور، العرضيه هذه لافه خطيره، ممكن علي رعد يلعب الكره الى جهه اليمين. وصل الكره الى احمد تركي، الى الامام علاء، وهنا الكره يحصل عليها هنا لقطة بعد. الجولة القادمة كربلاء سيواجه الزوراء. Ghost beat on the track.
Thank